عبود بدي ايفون يا اخوي. سمي بالله، استبشر بالخير. لسه هلا بلشنا. شو بدي ايفون؟ روق شوي علي، خلينا ناخد ونعطي، ننبسط شوي بالحديث. مشتاق لكم كتير انا. بس سافر برا البيت وهيك يكون عنا حفلة وعنا شغل. انا ما بحب اطلع وفوت، يعني بقعد يعني بقعد بالاوتيل كتير. ف هيك خطر لي ليه بدي اقعد مع حالي انا، لماذا التوحد يا اخا؟ بسرد معكم. غني عمرك انا. حبيبي يا طارق، يقبرني ربك. عبود قول اسمي. شامي. شو شامي؟ شو اسمك؟ انا بعرف اسمك بس عم بتسأل عليك. كأنك عم تبطل تشتغل مثل الأول. والله أنا حاسس انتو اللي عم تبطلوا تشتغلوا مثل الأول. أنا ما تغيرت عليكم. انتو الامتحانات والدراسة غيرتكن علي. نسيتوا أنا اللي كنت قلكن روحوا درسوا، ديروا بالكن على حياتكن وأموركن. حبيبي يا عيسى، يقبرني قلبك. طلع لك دان. هيك هي حياة الكبار الناضجين. صعبة. مارك، بونجور. شو عبالكم تاكلوا اليوم؟ علاقتنا توكسيك صارت، حسيت مش مزبوط على فكرة. انتو بس نقائين. علاقتنا كتير منيحة والحياة صحية وهيك في استقرار. واضح في كتير حكي بقلبك. والله ما في حكي بقلبي، يعني سلبي. مشتاق لكم بس بنقضي وقت، بس هيك حاس حالي بعيد. هيك منيح. تعرف يا شربول، انا وصغير بس اقعد على كرسي بتحرك، يعني ما في اقعد بلا لعب. اقسم بالله ما بعرف اقعد بلا لعب. كان لازم نلاقي كرسي جنبك. انا صار لي فتره عم بحضر لكم الاغاني وهيك. والله ما بعرف، يعني بعتقد بعد رمضان بتبلش تنزل اغاني. بس اللي جاي ان شاء الله خير. هيك خلينا ما نحكي عن اللي جاي ونشتغل على رواق، وان شاء الله هيك ربنا بيوفينا فيه وتحبه. خلينا هلا ننبسط نتسلى مع بعض. بعد عن نص الشاشة. ايه اوكي، بس ما لا بتعيطي يعني، ما فهمت. بعدت ها. هي كمان يلا بلا ما تشوفوني. هيك احسن شوي هيك احسن. هيك منيح. بنص مستشور شعرك. لا يا اخوي، لما بنام بالطيارة الاي سي بضل ضارب على راسي باي سي الطيارة. فشو بيعمل؟ بينفش الشعرات، فبتحسني مستشور. انا مش مستشور. مش ايوه. شو عم تلعب؟ بلعب ببجي. بلا مزح. والله ببجي موبايل. ولو قد ايه صلي عن هاللعبة. تعرف بالكورونا اي سنة؟ 2019. 2019 2020 سردة مع اولاد العم ونقعد نلعب للصبح وببجي. قد عمرك انت؟ بدك تكبر تعطيني تعطيني جابك لا؟ وحياة امي اعطيني. نقعد نتسلى على الحمام، نتسلى على الحمام. اوعى يتلو اوعى. شوي حطيتني بالمعركة دغري. ثواني شوي، ما حدا يحكي، في عندي معركة هون عم تقول. اسف. هذا يعني ما بقدر بعبر بلا ما احس. فضلني لك صارف الطلقات يا حرق. قتلني. قتلت اثنين. قتلت اثنين وحياة امي كبسوا علي. موت يا حرق. 3 ثواني رجعتني 5 سنين لورا. قد ما كنت حبها اللعبة. معك دم؟ اخذ طبيات؟ ثواني شوي اخواتي، ثواني شوي. حطاني اللعبة هلا انا سارق. عم تلعب. هي علبة القازوز اللي بتعطيك الطاقة. شو بتسموها انتو المثقفين؟ انرجي درينك. انرجي درينك. هي انا وصغير كنت كتير حب الانرجي درينك.
ثواني يا اخواتي، خليني كفي الدق. فوتوا العبوا معي اذا بدكم. مو بقى في كتير 9 اشخاص بس. ليك في واحد عم يكبسني من هون. يا اخوي الغالي. يا حبكة، بس انا خايف فوت للنص. يا اخواتي استنوا وحياة امي راجع لكم. طب خلص، طب روح. لا ليه معصب ما فهمت. ولك يا شربل ما معك طلق كمان. قتلته وحياة امي قتلته. ثواني شوي ضل كم واحد باللعبة؟ 8 بس. اعطيني كفه وخلي الحمالات. بدي فوتوا يلعبوا معي اذا بدهم اعطيكم اسمي، قالوا نفوت كلياتنا 20,000 بني ادم نلعب ببجي. هي شو كان بيقول المثل؟ بيقول المثل على العقيق اجتمعنا. طب روح عم باخذ طبية يا زلمة. انت قاتل قديش كنت؟ 4؟ ايه انا هلا قتلت 4. صار لي 30 ثانية اخذ اللعبة. بشرفكم استنوني والله حنحكي كتير قصص حلوة، بس بدي العب. ثواني ببجي فاتت، ببجي موبايل، برأيي لازم تدخلوا تساعدوه. بحب ببجي. شربل شركة ببجي عم تكتب لي على اللايف. ثواني شوي. شركة ببجي على عيني بس ممنوع اخسر. استنوا شوي والله العظيم اذا بموت. يا زلمة ليه مو جايب فشك كفاية؟ روق شوي. موت قتلته. يلعن امك وينك انت؟ اسف بلا سب بلا شرب. ما ضل معي فشك. ليه هيك مو جايب منيح؟ اخوي تحاصرت انا. تعرف قد ايه ضل؟ قتلته. ضل 4 شربة. وحياة امي حفوز اللعبة شكلي. وحياة امي حفوز اللعبة. شركة ببجي موبايل لساتهم هون. ايه بعد عم يحضروك. راحت الكاريزما كلها. مش الحال روحناه انا عم بلعب ببجي. بس عن جد هذا هي ببجي موبايل فاتت على اللايف. اوفيشال بيج. شو هالسرعة هاي يا اخواتي؟ مرحبا ببجي موبايل، معلش بس ما تخسروني، حخلص اللعبة وبنحكي معكم. عن جد اليو شو؟ تعال شوف ضل 3. ما بعرف العبها على فكره. ما بتعرف تلعبها؟ لا. انت لانه انتوا الدكاترة وهيك يعني حياتكم غير حياتنا نحن الناس الطبيعية. في انسان ما بيلعب بهي اللعبة. بزمن كورونا تقريبا ما في انسان عايش بعرفه انا ما كان منزل ببجي على تليفونه. ثواني شوي يا اخواتي. فزت وحياة امي فزت. عن جد؟ خلصت اللعبة. هي صوت موسيقى الفوز. تفضل يا اخوي. ميرسي. الله علمك انا تلعب. ضل اعلمكم. حسيت حالي كتير قديم، انه عرفت انه انا جاي من الجيل القديم عم علم الجديد كيف يلعب. عرفت؟ مرحبا يا حلوين، نعتذر فصل اعلاني. كيف تخسر مع كل وحياة الله ببجي موبايل صار معنا على اللايف. طلعت ببجي موبايل حماده. حب كبير، لعبتكم كتير حلوة وانا بحب العب لعبتكم دايما. وبالاخص هيك نحن وكنا ايام تركيا زمان 4-5 سنين. هلا الفن شغلني والحمادات ونقوا نزلنا اغاني شغلوني، بس انا
بحب اللعبة كتير. أوه. هذا الصوت اللي لكم ليلي وقلبي وليلكم، غني ونبكي على حين الخان وباعون. والله ببجي موبايل مهضومين طلعوا برو. برني ربكن. اشتقنا لللايف صراحة، والله يعني أنا كثير مشتاق لكم وحياة الله. أنف كبير أخوي. أخوي أنا كنت غايب عنكم، يا بتنمروا علي. لا تنمروا علي يا أخوي، أنا شو عملت لك؟ اليو خبرنا أنت كحكيم، بس حدا يتنمر عليك شو بتعمل؟ يعني مثلك يعني هون مثلي أنا إذا تنمرت عليك كمان اذا بلعب ببجي كل واحد بيموت بعمل له CPR. أعتقد كنت بتكسب لأن اللاعبين التانيين كانوا مسحورين بصوتك مش مركزين. الله يقبرني ربكن يا ببجي. أحلى عالم بالعالم أخواتي. والله أنا مسحور بلعبتكم، مش قادر بدي يعني مش قادر مرد عليهم. يقبرني رب اللعبة تبعكم. أحلى عالم. هلا الحمادات كلهم كابسين اللي عندكم على اللعبة، يمكن عم بينزلوها لأنه عبود لي أذنك كبيرة مشان نسمع فيهم. قلي كفيها لا تمك كبير عشان عاكلك فيهم. قصة ليلى والشامي. قصة ليلى والشامي عرفت مش ليلى. ايه لعطيكي روحي قربان قولي ليلى. عبود قول لببجي يعملوا شخصية الشامي. ليش؟ انا ماني متابع التحديثات انه هلا في شرب الشخصيات بتنزل بببجي. هلا انا عم بلعب قبل كان في واحد توماس شلبي شخصيا باللعبه. توماس شلبي. طب حطوا لنا شخصيتنا باللعبه يفوتوا الحمادات يلعبوا بالشامي. ما حدا بيلعب بالشامي، بس أنا قصدي يلعب شخصيتي ولا بيلعب شخصيتي. اخوي شو الاهانات هاي؟ بس حلوه تكون شخصيتي باللعبه. ببجي ما انكم انتو كتير مهضومين واموركم بخير وفتوا سردتوا معي على اللايف وهيك، طب عملوا لنا شخصيه فوت بسرد عليها كل يوم. علي حطوا شخصيه مع الرقصه. هلا لما بتقتل واحد بيرقص الرقصه تبع وين؟ ببجي اذا انتم موجودين قولوا لي حبوا حنان، بدي اياها تخلد التاريخ. الاوتفيت خارق يا اخوي، والله لابس كنزة عادية قلبي عالية قمة بالتواضع والكلاسيكية. حابين نشوفك بتونس. ايوه طيب اسبوع بنعمل ديل، انا بعملكم شخصية توماس بيكي بلايندرز وانتوا بتحطوا لي شخصيتي باللعبة واحدة بواحدة. خذوا سكرين شوت. ببجي عملت لنا حب وحنان. يعني بشو ما قلت يا اخوي وحياة امي ما عم لحق. ليش متكبر انا يا اخوي انا متكبر. عايزين نشوف توماس شيلبي العرب. شو جلسة تصوير بكره نعمل لهم؟ جهز عن شو تحكي؟ والله بتشوف من عيني يا عيني. توماس شلبي. اعترفوا انكم اشتقتوا لي كثير، اعترفوا انكم ما عم تقدروا تنفسوا بلاقي كنتوا، وانه انا صار لي شهرين 3
ماني منزل غنية وانه انتو هلا مالكم مرتاحين ومكتئبين لهذا السبب. اعترفوا يا اخواتي انه انا وجودي بالحياة بسبب سعادتكم. كرمال نعمل اتفاقية مع ببجي هلا ونعمل توماس شيلبي. احمي الفرد. اي هلا انستغرام بيحذرنا، ما تحذرنا، بنمزح. انت اكسجين حياتنا، بحب اعترافاتكم. يقبرني ربكم. يا ريت لو بتعرفوا بس 1% قد ايه بحبكم وقد ايه ممنون لوجودكم وقديش انه انتو سر كل نجاحاتي وسعادتي بالحياة، وقديش محضر لكم اشياء حلوة، وقد ايه يقبرني ربكم، وقد ايه اهضم جمهور بالعالم واكبر جمهور بالعالم والذ جمهور بالعالم واللي ما في مثلكم بالكون بالبشريه. وحاش حكيهم مع دراستكم. يلا يلا على الدراسه. مو فتره امتحانات هاي يا شربل؟ بقى هلا تبلش على الدراسه. لو بتنزل اغنيه مصريه يبقى قمر. والله من عيني هاي السنه في اغنيه مصريه حتنزل ان شاء الله، ومع شخص مش حتوقعوه. هيكون خيالي لو عملناها يا شلب العرب. ايوه 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 ايوه. اليو حجز لي استوديو، بدي ينزل اعمل جلسه تصوير شلب العرب. لا هون احنا عملنا. وين بالاوتيل؟ لا في هون استوديو. هون في استوديو؟ خلص من عينيا يا عينيا. بكره قبل الحفله في عندي عمل مصري جماعة دبي بكره. خليني، انت ما بتعرفش قد ايه بنحبك اخوي ببجي حماده. كتبت لي شركة ببجي انت ما بتعرفش قد ايه بنحب، قد ايه بنحبك. هو في انا بحبكم قوي والله. ما بتخيل انه انا بلعب لعبتكم كل وقت انا وهيك على صغر. حتقولوا لي نحن يبرني ربكم. توترت بستحي بسرعة. الحمادات ضحكوا عني، الحمادات ضحكوا عني. قلوا لهم ميرسي، حب وحنان لببجي. شركة ما في حفلة في عنا حفلة بسلطنة عمان سون. عم نشتغل عليها. عم نشتغل عليها. اوكي. ببجي عايشة قصة حب من طرف واحد فخرجت عن صمتها. عملت المبادرة أنا هلا. ورني ربك فكرة ولا أهضم. خلص من عيوني شركة ببجي، من عيوني حابة هيك أسرد على اللعبة وأرجع ألعبها من أول وجديد، وحخلي الحمادات يفوتوا يقتحموا اللعبة هلا. امتى حفلة مصر؟ عنا حفلة بمصر قريبا ولا خلص أخدنا تبع القاهرة وخلص هلا؟ بدنا نرتاح. بدنا نرتاح؟ ايه. اي والله بدنا نرتاح. عم نحضر الأغاني، عم نحضر كم قصة. بس في عمل مصري مع إنسان حيصدمكم إن شاء الله، وفي هيك أعمال جاية، في إشياء كتير لمصر. وممكن إن شاء الله يكون في حفلات، في ممكن يكون بالمملكة العربية السعودية قريبا. يعني في كتير اشياء الحمد لله عم ناخدها. بس انا بعتقد انه 2026 راح تكون سنة حلوة علينا ان شاء الله، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد الحمادي. يعني حاصل الحمادات هيك حيكونوا كمان. بتعرفوا كم سنة صار؟ شفت واحد منزل ريل على الانستغرام. بتعرف شو عم بيقول؟ قال اخر مرة غنيت شيل تبعي كان عمره 19 سنة هو، وهلا عم بغنيها عمره 23 سنة. يعني في جيل كبر معي هو عم يسمع بلا ما يحس. يعني احنا ركض الوقت بيناتنا، صرنا 4 سنين هيك بعدنا بنفتح لايف وبنسردها ومبسوطين، وهلا عم حضر لكم البوم، بحضر لكم اغاني حلوين. بس انه هلا صار شوي اختلف الوضع. انه احنا بدبي عنا بكره 1 بليون صمت مع فنانين عالميين، وببجي عم تكتب لي على اللايف تبعي. يعني اختلفت شوي القصص، بس انه لساتنا على حالنا رواق. ببجي موبايل لازم تلعبوا معه ببجي وتجربوا الموديل الجديد. ببجي حكوني انا بخبرهم يفوتوا ما تعتلهم، بيقتحموا لك اللعبه.
بيق- صدقني اذا بدهم الحمارات يفوتوا يلعبوا اللعبه ما تعطلهم، بس انتم حكوني اول في هيك حديث ودي بيناتنا قبل. برني ربكم حمادات وجوك. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليك ونشوفك تلعب ببجي اكتر السنه دي. يوبرني ربكم حبايب قلبي. لما سمعتك اول مره كنت 17، هلا رح صير 21. ولك انا بحس حالي ختيار يا شربل. تكبر انت ايه؟ يا انا بلشت حياتي كتير بكير، يا اما انا ختيرت يا اخوي. قعدنا بالبدايه. يعني هي مثلا حماده عنده بلشت عمرها 17 سنه، هلا كبرت قال وعم تطلع شهاده سواقه وخلص. عرفت شو قصدي؟ انه بلشت طفله هلا كبرت. والله انا فخور فيكم يا حمادات. اول شيء انا فخور فيكم لانه مختارين فنان مناسب جد. اكثر شيء فخور فيكم كمان انه الوفا اللي عندكم. والله انه ما عم شوف جماهير اوفى منكم واشرس منكم واكثر محبة منكم. يقبرني ربكم شو كل هالكم اللي موجودة صارت. شو انا كثير بحبكم، خصوصا جمهور الجزائر، جمهور تونس العظيم، المغرب العربي، المغرب، ليبيا. هنيك في جماهير طبعا مصر، انتوا عارفين يعني ما في داعي اخبركم. بس هاي السنة كان في جمهور من المغرب العربي ومصر جديد دخل علينا بطريقة كتير حلوة. يوبرنا ربكم وان شاء الله هيك نطلع قد الثقة ونعمل لكم موسيقى حلوة ونضل بنكبر مع بعض. يعني هي السنة حققنا انجازات استثنائية مع بعض. هي انجازات لبلدنا ولجيلنا مش بس لإلي، ما بتخصني بس. اصغر مدرب صوت بالتاريخ، جوائز مهمة، مان اوف ذا يير، جي كيو. عملنا حفلات شو؟ جينيس طبعا، عملنا جينيس كمان. عملنا حفلات استثنائية ومهمة، عملنا أعمال مشتركة مهمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا إلي حاجة حوس قلقتني. لولو حاجة حوس لازم تاخد بريك من الشغل انت والحفلات. ما قد منه موتر بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. شربل شو؟ شربة لا بالعكس بننبسط انا وياه بالسفره. بتلاقينا قاعدين بمطار امريكا مثلا، عندنا حفله تاني نهار عم ناكل هوت دوج بالمطار انا وياه. او كيف تحب البيض؟ طلب اومليت. قاعدين نحن بالمطار احلى سردة مع شربل. خلي الكومنتات كلها عايزين حفله بمصر. والله من عيني انا طلبت من شربل انه يجهز لنا حفله بالقاهره، حفله جماهيريه لكل الاعمار ان شاء الله، من عيوني. والله بتشرف بالقاهرة وبتشرف بمصر. بس هيك أنا عاوز أديكم أعمال غنائية بلهجتكم تحبوها إن شاء الله بننجح فيها يا رب. وأنا ما فتحت لكم لايف أول السنة ولا آخر السنة، بس حاب لكم إنه ميرسي على كل شي. بحبكم كتير وشكرا للوفا وللثقة اللي بتعطوني إياها. وبشوف محبتكم بالتعليقات، بشوف تصاميمكم كل الوقت، بشوف كل شي عم تعملوه. انا متابع، يمكن تستغربوا انه بعرف اسماءكم وبعرف حساباتكم وبشوفكم كلياتكم وبحبكم كلياتكم. فشكرا كثير على كل شيء. يا رب هاي السنة نعمل نقلة بالحفلات وبالتطور الموسيقي وبالأعمال، ومثل ما وعدتكم ب25 وحققنا كل شيء. إن شاء الله في إشياء ب26 جاي كتير حلوة. انتبهوا حالكم وحب وحنان، انبسطنا مع بعض إن شاء الله بنفتح قريبا.